قصة صلاح نصر الأسطورة المثيرة. عاش بين 1920 و 1982. كان مثيرا للجدل في التاريخ المصري، حيث قاد جهاز المخابرات العامة في أخطر مراحله، فمنذ صعوده المبكر ونزعته العسكرية مرورا بتأسيسه لما وصف بدولة داخل الدولة، وصولا إلى إدانته في قضايا انحراف أخلاقي واستخدامه كبش فداء لهزيمة 67. تظل قصته حتى يومنا هذا دراما سياسية وأخلاقية تحير من يقرأها، وتطرح تساؤلات لم تجب عليها الأحكام القضائية بعد. لم تكن البداية حكاية صعود عادي. ولد صلاح الدين محمد نصر في 8 أكتوبر عام 1920 بقرية سنت ماي بالدقهلية، لعائلة متوسطة الحال. أرادوه طبيبا لكنه رغب في الجندية. التحق بالكلية الحربية عام 1936، وهناك عقد صداقة مصيرية مع عبد الحكيم عامر التي قادته للانضمام لتنظيم الضباط الأحرار. بعد ثورة يوليو 1952 تسلق نصر السلم الوظيفي بسرعة بفضل ولائه لعبد الناصر، حتى عين رئيسا للمخابرات العامة في مايو 1957، ليتحول من ضابط إلى مهندس العراق السياسي وصاحب القرارات الصارمة. في عهده تحول جهاز المخابرات من أداة لجمع معلومات إلى إمبراطورية اقتصادية وأمنية، حيث أسس شركات استثمارية تابعة للجهاز، ووسع صلاحياته لتشمل الأمن الداخلي. فتحول رجال المخابرات من مطاردة العدو إلى مراقبة المعارضين والنشطاء، مما أذاق الشعب المصري أشد أنواع القمع. لا تروى حكايات صلاح نصر دون المرور بمنعطف انحراف المخابرات الذي حول شخصه إلى رمز الفضيحة. فبعد هزيمة 1967 تصدرت قضيته عناوين الصحف. اتهم هو ومقربون منه بارتكاب انحرافات أخلاقية داخل أروقة الجهاز، حيث استخدمت فنانات وأخريات في عمليات تجنيد وابتزاز جنسي. أدين نصر في عام 1968 في محاكمة عرفت بقضية شرف المخابرات، وحكم عليه بالسجن 15 سنة وغرامة مالية، وذلك بعد انهيار شبكة الدعم السياسي التي كان يتمتع بها في عهد عبد الناصر. لكن الجدل لم يهدأ بعد إطلاق سراحه عام 1974، ففي عام 1976 اتهم مرة أخرى وأدين بالتعذيب، حيث أثبتت المحكمة تورطه في تعذيب الصحفي مصطفى أمين قبل 11 سنة، ليحكم عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات إضافية، مما زاد من تعقيد صورته كأحد أكثر رجال المخابرات إثارة للجدل في المنطقة. في سنواته الأخيرة وبعد أن قضى فترات متقطعة في السجن، اختار صلاح نصر أن يكتب روايته الخاصة من المنفى. أصدر مذكراته المثيرة الصعود، العام الحزين، الانطلاق، التي كشف فيها عن خلافاته مع عبد الناصر وأسرار التحكم في الاقتصاد المصري من خلال شركات المخابرات، محاولا تبرئة نفسه من تهم الانهزامية في عام 67. وظل الرجل حتى وفاته في 5 آذار 1982 يحمل إرثا ثقيلا. نصف المصريين يرون فيه بطلا قوميا حافظ على استقرار البلاد، بينما يراه النصف الآخر نموذجا للطاغية الذي أساء استخدام السلطة وأهدر دماء الشهداء. عاش صلاح نصر حتى عام 1982، ومات ودفن في بلدته الصغيرة، ليترك خلفه سؤالا كبيرا: هل هو رجلا أنقذ مصر أم دمرها؟ وبين مؤيد ومعارض تظل حكايته قيد البحث المفتوح على مصراعيه. أرجو الاشتراك أعزائي، إلى اللقاء، أحبكم.